وللحديث عن هذا الموضوع استقبل معي على المباشر السيد فيصل بن رابح. صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير سي هشام، صباح الخير لكل الطاقم العامل معك، السادة والسيدات المشاهدين نقول لهم صباح الخير عليكم، أيضا مستعملي الطريق وكل الأجهزة الأمنية نقول لهم نهاركم. إذا سيد فيصل بن رابح، أنتم مندوب ولائي عن المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق. حديثنا كما أشرت قبل لحظات قليلة عن التنقلات وما تعرفه سنويا من صور وصور. تفضل. نعم، إذا شكرا يعني على هذا الاختيار الموضوع اللي هو موضوع الساعة. طبعا مع نهاية شهر رمضان الكريم طبعا الكل يشكي من قلة النوم. قلة النوم هذا السبب اللي هو يأثر على طريقة السياقة طبعا، خاصة ونحن في أواخر شهر رمضان الكريم ونحن مقبلون على موسم العيد الفطر. طبعا الكثير من يعني العائلات تحب تؤدي هذا العيد في بين الأهل، يعني بين عائلاتها، ولذلك يعني راح يكون هناك تنقلات كثيرة سواء بين البلديات أو حتى بين يعني الولايات. طبعا هذا الضغط اللي يعني راح يكون في التنقلات كما قلت، سواء كانت عائلات أو حتى يعني العمال، يعني كثير من العمال أيضا راح يتنقلوا بمناسبة العيد باش يقضوا أيضا العيد بين العائلة تاعهم. هنا راح يعني لاحظنا أنه في هذه الأيام الأخيرة هناك ضغط كبير على محطات سائقي الأجرة وأيضا محطات نقل المسافرين. طبعا هذا الضغط يعني راح يتسبب عنده كثير من النتائج، من بينها حوادث المرور. حوادث المرور كما قلنا ديجا في رمضان، يعني نلاحظ أنه في كل سنة تكثر حوادث المرور في رمضان. هذه السنة الحمد لله يعني لاحظنا أنه فيه انخفاض من حيث عدد القتلى في شهر رمضان. طبعا هذا الحمد لله يعني بفضل الجهود الكبيرة اللي راهي تقوم بها كل الفاعلين في مجال السلامة المرورية، سواء يعني الجهاز الأمني الدرك الوطني أو الشرطة، من خلال الحملات التحسيسية اللي تقوم بها عبر كل التراب الوطني، أو أيضا المندوبية الوطنية للأمن في الطرق هي أيضا يعني سخرت يعني برنامج خاص بشهر رمضان اللي يعني العملية التحسيسية طبعا، خاصة كما نعرف في أوقات الذروة. أوقات الذروة اللي تكون دقائق قبل الإفطار أو في الصباح الباكر وين تكثر حوادث المرور. إشارة أيضا يعني حادث المرور اللي وقع أول أمس يعني في ولاية ميلا اللي أدى تقريبا 3 قتلى يعني في شهر رمضان. إذن كما قلت هذه الحملات التحسيسية لعبت دور كبير في التقليل من حوادث المرور في شهر رمضان. إذن الحملية التحسيسية مهمة جدا. يعني لما نقوم احنا بالعملية التحسيسية واش نديروا؟ راح نقدم نصائح للسواق، قال يا ولدي بالعقل، السرعة، الصيام، أثر الصيام، يعني تلحق متاخر ما فيها والو، يعني خير من اللي ما تلحقش كاع. يعني احنا لما تصور سي هشام، يعني لما نكون في يعني في حاجز امني ونقدم نصيحه لسائق متوجه من بشار الى وهران الى الجزائر العاصمه، يعني هذيك النصيحه يعني اكيد انها راح تاثر فيه، يعني في الحين، يعني في الساعه وفي المكان، يعني اكيد انها راح تاثر فيه، والسفر تاعو ربما يعني مجرد نصيحه ربما راح يعني يتفادى حادث مرور. اذا هذه العمليه التحسيسيه مهمة جدا، زيادة طبعا على القوانين يعني التشريعية اللي راهي تقوم بها طبعا السلطات العليا من أجل يعني التقليل دائما من حوادث المرور. إذا كما قلنا يعني موسم رمضان يعني يكثر فيه التعب، على بالك السياقة تحتاج إلى طاقة. الإنسان لما يكون ما عندوش طاقة، يعني الغذاء تاعو طاقة، ينقص فيه كثير من الأشياء، ينقص التركيز، ينقص ردة الفعل، التعب، النعاس، كل هذه الأشياء تأثر على طريقة السياقة. طبعا شهر كامل من الصيام اكيد انه الانسان حيتعب، زياده على اقتراب هذه المواسم كما قلنا يكثر الضغط على التنقلات، وهنا وين يعني احتمال حدوث حادث مرور حتزيد. نعم. سي فيصل بن رابح، لما نقولوا يكثر الضغط على الطرقات في هذه الفتره، شبكه الطرقات يعني الوطنيه كما قلنا بمختلف اصنافها راح تكون فيها حركيه غير مسبوقة، وهذا راجع لأنه فيه ناس تحب تعيد مع ناسها، يعني كل واحد عنده فرصة باش يروح يعيد مع العائلة، من حقه، يعني من حقه أكيد، وشيء جميل ونفرحوا كامل مع بعض، لكن هذه الفرحة لازم نحافظوا عليها تبقى فرحة إلى نهاية المطاف حتى تصل إلى ذروتها مع العائلة والأهل. لكن في أسباب اللي تخلي هنايا حوادث المرور تحصل، ما هوش الاكتضاد اللي يخلي حوادث المرور تحصل، لكن بعض الأمور مثل البرمجة العصبية اللي خصني نوصل قبل الساعة الفلانية، وأنا مانيش راقد، مانيش فاطر مليح،
مانيش خاصة مستعملي سيارات الأجرة ما بين الولايات. نعم. يحط ويرجع في وقت قصير، والضغط من المسافرين. الله يخليك دينا وصلنا، ما تخليناش نعيدوا بعاد على الدار. هذه المشاعر تختلط ويحدث ما لا يحمد عقباه. هذه من بين الأسباب التي يجب أن نقف عندها في هذه الجلسة. نعم، وهذا هو السبب الرئيسي. يعني لما نتكلم على هذه الفترة بالذات، كما قلت لكم قبل، الكل يعاني من نقص النوم. نقص النوم، الكل يعاني من نقص النوم. الإنسان لما أكيد لما يعني يكون ناقص نوم، يعني لما يكون يسوق في النهار، يعني نعرف أنه الساعة البيولوجية الإنسان تحاول أنها تسترجع هذيك الساعات اللي ما رقدهمش في الليل، تعاود تسترجعهم في النهار. ولهذا السائق راح يشعر بالتعب والنعاس. لما نتكلم على السواق المحترفين، لما نقول سائقي مركبات نقل أشخاص أو سائقي سيارات الأجرة، من المفروض يعني يعرفوا هذه الأمور، يعرفوها جيدا، كأنهم كسواق محترفين عندهم تجربة في الطريق. ولكن في هذه الفترة بالذات كما قلت، هذا هو السبب الرئيسي، أن الكل يجري، أن يحاول كيفاش يعني نلحق الزبون تاعي ونعاود نرجع باش نعاود نرفد زبان، يعني زبائن آخرين، نظرا للاكتظاظ وكثرة الطلب على هذه التنقلات. وهنا الخطر اللي يكون هنايا أولا، بين قوسين هنايا، هنا ماهوش دور البطولة، لازم تنسى انك بطل. نعم، اكيد انا حياتك في اللعب سي هشام. ايوه، حياتك انت وحياه الناس الاخرين. كما قلت لك، نقص النوم والتعب والنعاس، تصور انك دير مسافه طويله، اكيد انه في الطريق راح تحس بالنعاس. وكثير من السواق في هذه الحاله ما يحترموش اوقات الراحه، يعني تلقاه باش يزرب يلحق كما قلت يعني بالخف باش يعاود يولي، انه ما يستعملش اوقات الراحه، راح يستعمل السرعه. اكيد السرعه المفرطه، ما راحش يحترم قانون المرور، ما راحش يلتزم بالسرعه المحدده في الطرقات، طرقات ولائيه، طرقات وطنيه، او حتى الطرق السريعه. نقص النوم ايضا، تعب والنعاس، عده اسباب تشوف هذه راح تؤدي اكيد الى وقوع حادث مرور. نعم. هذه هي الاسباب. يعني احنا ننصح السواق خاصه في هذه الفتره، يعني الانسان يتحلى يعني بالمسؤوليه، انك سائق محترف، عندك يعني عندك دور تلعب، زيادة على أنها كما قلت هي خدمة عمومية قبل كل شيء. هذه خدمة عمومية، ولكن أيضا راك مسؤول على أمن أشخاص ترفدهم معك، أنت المسؤول عليهم، أنت هو الكوموندون في السيارة تاعك، وأنت هو المسؤول، ماشي هما المسؤولين. أيضا هنا نشير أيضا للزبائن أو المسافرين، يعني ثقافة التبليغ أيضا ناقصة عندنا سي هشام. المفروض أن لما نشوف السائق هذا يعني تجاوز الحدود تاعو، سرعة مفرطة، يعني المفروض أنني نبلغ. كاين الأرقام يعني موجودة، الأرقام الخضراء، بلغ عليه، تأكد أنه في يعني البراج القادم راح يوقفوه، راح يعني يديروا معاه واش لازم. إذا لازم تكون عندنا ثقافة التبليغ، لأنه هذه ثقافة التبليغ راح تساعدنا في التقليل من حوادث المرور. ما يكفيش الجهاز يعني الاسلاك الامنيه ما تكفيش، ما نقدرش نديروا احنا لكل سائق يعني شرطي او دركي، ولكن هذه ثقافه التبليغ. ويعني وصارت يعني عده امور من هذا الشيء، يعني المسافرين كانوا بلغوا على هذه السلوكات من طرف السواق، وجابت النتيجه تاعها. يعني تم توقيفه في عده حالات شاهدناهم، حافله نقل المسافرين تم توقيفهم، تم يعني تطبيق القانون عليهم. إذا لازم تكون عندنا ثقافة التبليغ باش نساعد في التقليل من هذه الحوادث المرور. وجماعة السواق أيضا كما قلت لازم يتحلوا بالمسؤولية. ناخذ القسط تاعي، خاصة النوم سي هشام. عدو السائق في الطريق المسافات الطويلة هو النوم والتعب والنعاس. كل ساعتين يعني نرتاح ولو 10 دقائق، ورغم أنه القانون 01/17 كان قنن المسافات الطويلة، مدة السياقة. عندي في اليوم نسوق 9 ساعات فقط، ما نزيدش فوق 9 ساعات. كل ساعتين يعني نتوقف على الأقل 10 دقائق. كل 4 سوايع ونص يجب نتوقف. هنا لازم نتوقف وندير نصف ساعة راحة. هذا قانون راح في الجريدة الرسمية، المفروض أن السواق يكونوا يطلعوا عليهم. لما نسوق 9 ساعات ونتوقف، أكيد أنه هذا السائق يعني ما راحش يخمم أنه يعاود يولي باش يعاود يرفد. إذا لازم تطبيق القانون، لازم احترام القانون، هذا قبل كل شيء. إذا كنا فعلا يعني نحوس نقلل من حوادث المرور، خاصة في هذه الفترة اللي هي فترة يعني حساسة شوية، وإن فعلا تكثر حوادث المرور. طيب هنا سي فيصل بن رابح، باش ما نكونوش ميلنا الكفة فقط للمتعاملين الخاصين الخواص بالنقل أو مختصين في النقل، حتى الأفراد اللي عندهم عائلات راح يتنقلوا، عندهم سيارات خاصة، هم كذلك معنيين بهذا النصائح ومعنيين بهذا
النقاط الهامة، يعني لا داعي للعب دور البطولة والمجازفة في الطريق بصحتنا وصحة الآخرين وبحياتنا وبحياة الآخرين. نعم كما قلت، لما نتكلم مع السواق المحترفين هذو ناس يعرفوا الطريق، هم عندهم تجربة وعندهم يعني على بالهم كل شيء. ولكن لما نتكلم عن الخواص أيضا فيه تنقلات كثيرة، كثير من العائلات اللي تتنقل باش تأدي كما قلت الأعياد مع العائلة تاعها. هنا أيضا خطر كبير على كما كنا نتكلموا من قبل. يقول لك أنا لازم نخرج من بالشهر، لازم نلحق الجزائر العاصمة قبل المغرب على السبعة. يعني هنا ديجا راه بدا البداية تاعو راهي خاطئة. يعني عمرنا ما نديروا ساعه للوصول، ربما ندير ساعه للانطلاق قال نديماري، ولكن باش قال نوصل على السبعه لا، هنا تقدر ما توصلش كاع. اذن هاد الخواص ايضا هم ايضا معنيين، هما اكثر معنيين بهذه النصائح اكثر. انا نعرف غدوه عندي سفر اخويا، ناخذ القسط تاعي الكافي من النوم، نرقد مليح، عندي 8 ساعات تاعي نرقدها باش لما نسوق عندي مسافه تاع نقولوا 800 و 900 كيلومتر، يعني نكون يعني في اريحيه. ايضا قبل ما ناخذ السفر تاعي نراقب السياره تاعي، وهذا شيء مهم ايضا. نراقب السوائل تاعي، الماء، الزيت، زيت المحرك، زيت الفرامل، حتى الماء تاع مسيحه الزجاج، نشوف العجلات تاعي، نشوف الاضواء تاعي. يعني نهيئ روحي للسفر، عندي سفر لازم نهيئ روحي. اذا كما قلت كل ساعتين نتوقف ايضا باش تقعد دائما في هذيك الحيويه ونكسر هذاك الروتين. نلتزم بقانون المرور، اشارات تحديد السرعه. اليوم شوفوا الاحصائيات اللي مدتها لنا المندوبيه الوطنيه للامن في الطرق فقط باش حتى ربما الراي العام يكون على علم. بالنسبه لسنه 2022 سجلنا تقريبا 22908 حادث. اذا قارناها بالسنه الماضيه 2021 عندنا 23409 حادث مرور. اذا هنا نلاحظ انه هناك انخفاض ب 2.14% بالنسبه لحوادث المرور. بالنسبه لعدد الجرحى السنة الماضية 2022 سجلنا 30977 جريح، مقارنة مع السنة الماضية 2021 سجلنا 31675. أيضا في عدد الجرحى هناك انخفاض بنسبة 2.20%. نعم. أما بالنسبة لعدد القتلى السنة الماضية سجلنا 3409 قتيل، سنة 2021 سجلنا 3293 قتيل. هنا في عدد القتلى هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة 3.52%، أي 116 فارق 116. إذا نلاحظ أنه في انخفاض في عدد حوادث المرور وعدد الجرحى، ولكن هناك ارتفاع في عدد يعني القتلى. بالنسبة للولاية تاعنا سي هشام، ولاية بشار، سجلنا هذه السنة 230 حادث مرور، خلف 378 جريح و42 قتيل بالنسبة لسنة 22 على المستوى يعني الولاية كل ولاية. بالنسبة للسنة الماضية كنا سجلنا 230 قتيل، 230 حادث مرور، يعني نفس النسبة. عدد القتلى السنة الماضية كان عندنا 44 قتيل، هذه السنة 42 قتيل، يعني هناك انخفاض بقتيلين. نفس الشيء بالنسبة لعدد الجرحى السنة الماضية 378 جريح، و2021 عندنا 356 جريح، يعني هناك انخفاض. إذا خذينا على سبيل المثال بما أننا الجنوب الغربي نأخذ مدينة أضرار مثلا، تيكونوا مدينة أضرار سجلت السنة الماضية 301 حادث، خلفت 72 قتيل و476 جريح، حصيلة ثقيلة. نعم. مدينة تندوف 57 حادث، 17 قتيل و94 جريح. النعامة 237 جريح، 28 قتيل و343 جريح. مدينة البيض 265 جريح، 46 قتيل و342 يعني جريح. إذن هذه لمحة فقط يعني على ما حدث السنة الماضية في الجنوب الغربي. يعني تبقى يعني حوادث المرور يعني دائما يعني تحصد أرواح في طرقاتنا، ولو أنها بنسب متفاوتة، ولكن تبقى يعني حوادث المرور ترهق العائلات، ترهق الدولة، خسائر مادية، خسائر بشرية، خسائر يعني اقتصادية. يعني مجابهة هذه الظاهرة لازم كما قلنا دائما تتطلب تضافر كل الجهود، خاصة في هذه يعني الفترة هذه اللي رانا نتحدثوا عليها. من لازم اليقظة والحذر، لازم اليقظة والحذر. الإنسان لما يسوق ما يسوقش لنفسه، يسوق لنفسه ولغيره. راني نسوق ولازم نعرف كل واش راه يدور بيا. طيب هي خطوات قبل وقوع الكارثة، ونتمنى إن شاء الله كل هذه النصائح ياخذوها بعين الاعتبار. أكيد نعم، احنا رانا هنا من أجل يعني الخدمة العمومية لفائدة. احنا نتمنى إن شاء الله أن كل الناس تعيد لا بأس عليها، الكل يعيد فرحان. يعني من العيد هذا نستغله أنه يكون فرحة، يكون صلة رحم. نقول لك عيدك مبارك. الله يسلمك، ثاني عيدك مبارك. دخلنا نهاية هذه الفقرة. عندي إهداء فقط إذا سمحت لي سي هشام. تفضل. هذا تاع العيد هذا؟ العيد نعم، يعني رانا في رمضان. عندي خويا نضال كان طهر الابن تاعو إبراهيم،
نقولوا له مبروك، يعني مبروك عليك، نتمنى له ان شاء الله يتربى في عزه. يعني زرنا وصامصه وتزيريات كلش نجيب لك، وقنيدلات، كلش كاين، كلش خويا هشام، مرحبا بك. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. انت نحيو ثاني نضال، هشام، شكرا، نحيو بارك الله فيك. سموه ابراهيم. ابراهيم. نشكرك كثير سي فيصل بن رابح، تحياتنا ليك ولعائلتك الكريمه، ومسبقا عيدك مبارك سعيد. الله يسلمك، عيدك مبارك. يعطيك الصحه. مشاهدينا الافاضل، الرحله متواصله على المباشر من شبكه قنوات التلفزيون